تسابق الدول الأوروبية الزمن من أجل عقد صفقة مهمة مع المغرب تشمل التهديد الصامت. يتعلق الأمر بصفقة غواصات عسكرية ستعزز قدرات البحرية المغربية في خطوة تأتي وسط توتر إقليمي متصاعد وفق ما أورده موقع كونفيدنسيال ديجيتال الإسباني. بحسب المصادر نفسها فإن المغرب خطط منذ فترة لتقوية أسطوله البحري عبر فتح المجال لعقد شراكات جديدة تركز بشكل أساسي على تمكينه من حماية مصالحه الحيوية، وهو ما فتح الباب أمام خيارات متعددة. واحتدمت المنافسة بين مجموعة من شركات بناء السفن الأوروبية من أجل إتمام الصفقة، على رأسها شركة نافال جروب الفرنسية التي عرضت على المغرب غواصتين من طراز سكوربان التي تعتمد على تصميم مرن يمكن تعديله ليتوافق مع الاحتياجات المغربية. من جانبها عرضت شركة تيسان جروب مارين سيستمز الألمانية نوعين مختلفين من الغواصات من أجل إغراء الرباط، كلاهما من طراز HW كلاس المعروف بهندسته المتقدمة وكفاءته في العمل. وبعيدا عن الخيارات الأوروبية، تعرض روسيا غواصة آمور 1650 التي يطلق عليها اسم التهديد الصامت، والتي تجسد أحدث ما وصلت إليه تقنيات صناعة الغواصات الروسية حتى الآن بفضل أدائها المتزن وتقنيات إبحارها المتقدمة. وفي ظل هذه الخيارات المتنوعة المطروحة على طاولته، يدرس المغرب خطواته بدقة، خاصة وأن قراره الأخير سيحمل أبعادا استراتيجية كبيرة تتجاوز الجانب العسكري وفق ما أورده التقرير الإسباني. إذا للنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من فانكوفر الكندية. نرحب بالسيد هشام معتضد الخبير الاستراتيجي في الشؤون السياسية. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذا في البداية كسؤال عام هنا، في ماذا يمكن أن يحتاج المغرب هذه الغواصات العسكرية؟ شكرا على الاستضافة. أظن بأن هناك ثلاث أبعاد يجب الإشارة إليها فيما يخص هذا التوجه الاستراتيجي بالنسبة للرباط، حيث أن هناك ضرورة امتلاك هذه الغواصات، حيث هنا يجب الإشارة أن المغرب هو الدولة الساحلية الوحيدة في غرب المتوسط التي لا تمتلك أسطولا غواصيا، وبالتالي فاقتناء المغرب لغواصات عسكرية سيعيد رسم ميزان القوة في المنطقة ويمنحه قدرة ردع بحرية استراتيجية في المنطقة. هذا فيما يخص الجانب الأول. فيما يخص الجانب الثاني، هناك أيضا توجه لتعزيز حماية المصالح الاقتصادية، حيث أن مع منطقة اقتصادية خالصة بالنسبة للمغرب التي يتواجد فيها المغرب والتي تبلغ حوالي 81 ألف ميل بحري ومنفذ حيوي خاصة على مضيق جبل طارق، تعد الغواصات أداة أساسية لحماية الموارد البحرية والطرق التجارية في المنطقة. وأظن أن المغرب بتعزيز ترسانته البحرية ستمكنه من حماية مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية في هذه المنطقة، خاصة وأن المساحة كبيرة حيث تبلغ 81 ألف ميل بحري في المنطقة. أيضا هناك نقطة ثالثة والتي يجب الإشارة إليها، وهي فيما يخص الردع الإقليمي، حيث أنه في ظل التسابق العسكري مع الجزائر التي تجري مناورات بالصواريخ المجنحة من غواصاتها، تسعى الرباط لتعزيز جاهزيتها البحرية لتفادي أي اختلال أمني أو تهديد مباشر في المنطقة. وبالتالي فتعزيز القوات البحرية الملكية بهذا النوع من الغواصات سيعيد التوازن الاستراتيجي وسيميل الكفة لصالح المغرب في المنطقة. واضح. بالتالي في إطار هذا التنافس الأوروبي هنا للوصول أو للظفر بهذا العقد مع المغرب، ما هي المزايا التي يمكن أن نقول أن المغرب سيركز عليها يعني؟ هنا يجب الإشارة إلى المزايا التي تمتاز بها الصناعات العسكرية فيما يخص فرنسا، ألمانيا، روسيا، أو الخيار البراغماتي فيما يخص اليونان والبرتغال، حيث أن الغواصات الفرنسية سكوربين تعرف بتقنياتها الشبيحة المتقدمة والمرونة في التكيف مع الاحتياجات المحلية، والتي قد تدفع الرباط لهذا الاختيار. وأيضا يمكن تجهيزها ببطاريات الليثيوم لزيادة مدة البقاء تحت الماء. وأظن أن في هذا
التنافس الإقليمي، المغرب أيضا يبحث على هذا النوع من التكنولوجيا. فيما يخص الغواصات الألمانية أنها تمتاز بقدرة بقاء طويلة تحت الماء بفضل نظام الدفع المستقل على الهواء، وهذه تكنولوجيا جديدة ومهمة فيما يخص تدبير هذا النوع من الأسلحة في المنطقة، وأيضا تصميم مجرب وموثوق به على المستوى الجيوستراتيجي في المنطقة، وقد يشكل خيارا أقل كلفة مع قدرات قتالية محترمة. هناك أيضا الغواصات الروسية، ولكن هذه الغواصات رغم قدرتها المتقدمة إلا أنها لم تحصل بعد على عقود تصدير فعلية، وبالتالي قد تثير مخاوف بشأن موثوقيتها بالنسبة للمغرب. هناك من يقول أن فرنسا ستحاول قدر الإمكان لإقناع المغرب بهذه الصفقة بالتحديد، لأن فرنسا تريد أن تحافظ على الشراكة العسكرية التقليدية دعنا نقول بين المغرب وفرنسا، فالأمر أكثر منه ربما أبعد من أنه مجرد صفقة عسكرية، بل له أبعاد سياسية أخرى. يعني هل توافق ذلك؟ أظن بأن المغرب أمام 3 اختيارات استراتيجية مهمة فيما يخص اقتناء هذا النوع من الأسلحة. هناك اختيار التوجه لفرنسا، وهو ما سيعزز المحور المغربي الفرنسي كما أشرتم إلى ذلك، وإذا اختار المغرب العرض الفرنسي قد يعزز ذلك الشراكة الدفاعية بين البلدين، خاصة مع مشروع تطوير أحواض بناء السفن في الدار البيضاء، وفي إطار هذا التقارب الاستراتيجي والدبلوماسي مؤخرا ما بين الرباط وباريس. ولكن أيضا هناك توجه للمغرب فيما يخص تنويع الشركاء، وبالتالي لا يمكن استبعاد اختيار ألمانيا، حيث أن اختيار هذه الغواصات الألمانية والتكنولوجيا الألمانية قد يعزز مكانة المغرب كحليف رئيسي لألمانيا في شمال إفريقيا، وبالتالي يفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا الألمانية للمغرب، وهذا يدخل في إطار الفلسفة الثقافية للمغرب العسكرية فيما يخص تنويع الشركاء. هناك أيضا لا يمكن استبعاد استعمال الورقة الروسية فيما يخص تدبير هذه التفاوضات، لأن رغم صعوبة التحالف مع موسكو بسبب العقوبات الغربية، إلا أن مجرد دراسة العرض الروسي قد يشكل أيضا ورقة ضغط دبلوماسي على الأوروبيين لتقديم عروض أكثر جاذبية، وبالتالي فإن المغرب قد يظل مفتوحا لاختيار التوجه الفرنسي الألماني، وأيضا استعمال النقاش أو دراسة العرض الروسي لتشكيل ورقة ضغط على الأوروبا. سؤال أخير فيما يتعلق بإسبانيا هنا في خضم كل هذا الحديث، يعني كيف تعتقد أن إسبانيا ستراقب ما يحدث؟ هل يمكن أن نقول أن امتلاك المغرب لغواصات قد يقلق إسبانيا؟ وللإشارة هنا فقط، كلما تعلق الأمر بصفقة عسكرية تهم المغرب نجد دائما الصحافة الإسبانية هي التي تركز على الموضوع ويكون لها السبق الحصري الصحفي تقريبا. ماذا تعلق على ذلك؟ أظن بأن شيء طبيعي أن يثير هذا التوجه على اقتناء هذه الغواصات مخاوف لدى الجارة الإسبانية، ولكن في إطار التقارب أيضا الاستراتيجي ما بين مدريد والرباط، أيضا أن هناك التوجه لتعاون استراتيجي في المنطقة، وبالتالي رغم أن هناك حديث أو تخوف على مستوى الصحافة من اقتناء المغرب لهذا النوع من الغواصات، فإن اقتناء المغرب للغواصات العسكرية لن يشكل ليس مجرد تحديث تقني لترسانته العسكرية، وبالتالي فإن المغرب سيشارك مع إسبانيا في ضبط هذه المنطقة من حيث تأمينها، خاصة وأن المنطقة مفتوحة على المستوى الأطلسي، وأيضا الاثنين يسهران على تأمين ممر جبل طارق، وبالتالي فإن أظن بأن هذا التوجه لن يثير المخاوف لدى الجيش الإسباني بقدر ما يثير مخاوف لدى الرأي العام أو السياسي الإسباني، لأن هناك توافق وهناك رؤية استراتيجية جديدة ما بين الرباط ومدريد للتوجه في التعاون العسكري ما بين البلدين لتأمين المنطقة عسكريا. نعم، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات وعلى مشاركتك معنا في هذا النقاش من فانكوفر الكندية، السيد هشام معتضد الخبير الاستراتيجي في الشؤون السياسية.